3 حاجات أساسية هنعملهم علشان نخلق عادات صحية يومية في حياتنا. أول حاجة إن العادة دي لازم تبقى ممتعة وسهلة. أنا ما بحبش الجري، أي نظام رياضي أو صحي هيكون فيه جري كل يوم غالبا أنا مش هقدر ألتزم بيه، بس أنا بحب المشي، فبالتالي أنا ممكن أعمل نظام مبني على المشي. أحمد أو كريم أو سارة زمايلي وصحابي وقرايبي ممكن يكونوا بيحبوا الجري والجري جاب معاهم نتيجة، فما ينفعش إن حد يقول لي اجري اجري كل يوم، هو ده اللي هيوصلك للنتيجة. هيوصلكوا انتوا عشان انتوا بتحبوا الجري او انتوا عندكم استعداد لقبول الجري. انا بحب المشي فانا همشي. واحد تاني يقول يوجا ولا بيلاتس ولا ايروبكس ولا كارديو ولا حديد. شوف النظام اللي انت او انتي عايزين تمشوا عليه هيناسب طبيعة حياتكم اليومية، تفضيلاتكم واهوائكم وهواياتكم واي عامل تاني في حياتكم. تاني حاجة هنعملها علشان نكتسب عادة جديدة هي ان